اهلا بكم مدينة بابل. تعالوا ويانا خلينا نشوف التفاصيل الجمال جوا هناك. حبايبي بس احنا وين رايح يا حمودي؟ وين رايحين؟ بابل. نطلع البابل ان شاء الله. خليكم ويانا. شو تريد؟ شو راح تشرب؟ فقط. What about you? I'm ready. هذا ايبو. Hello. كوستا. Hello. Welcome to Pablo. محمد. مدينة بابل واحد من أعظم المدن بتاريخ العراق. أول ما توصل هناك راح تشوف الجمال بشكل ما ينوصف، راح تشوف البنيان، راح تشوف أمور طول عمرك ما شايفها، راح تحس بالحب، راح تحس بالقوة، راح تحس بالغضب، راح تحس بالراحة، راح تتذكر نبوخذ نصر الثاني، وراح تتذكر الإمبراطورية اللي سيطرت على العالم. وصلنا إلى القصر الجنوبي، واحد من أغرب قصور التاريخ، به أكثر من 600 غرفة، عبارة عن متاهة. يقال تم بناء هذا القصر في حال هجوم العدو حتى يتيه بهاي المتاهة، وبالتالي الملك راح ياخذ كل الاحتياطات ويقضي على العدو وهو مأمن على نفسه وعلى القصر. ومن بعدها وصلنا إلى الجزء السفلي من بوابة أشتار الأصلية اللي بيه الحيوان الأسطوري الإله مردوخ. طبعا الجزء العلوي ارتفاعه 14 متر، تم تفكيكه في العهد العثماني عام 1899 بالاتفاق مع الألمان، خلوه بصناديق وأخذوه إلى ألمانيا. هاي الحضارة العريقة. شو تقول؟ هاي دولة شو يسوون له؟ الله يحيي شيك نمل. من 1902 لقوا نص بس ما تقول أزلت أسسها وجعلت لها أسسا في أعماق المياه الجوفية بسبب انخفاضها وعليتها بالآجل الأسود. بوابة مزينة بالإله أدد والإله مردود. وأني أمشي داخل مدينة بابل، طبعا بابل الحديثة، لأن بنيت إلى شكل 3 طبقات، فد عظمة فد رهبة يدخل داخله، فد فخر تحس به إنه أنت تنتمي لهذا البلد. هي أول حضارة بالتاريخ يعني. الإله الرئيسي في بابل هذا كنا اسمه مردوخ، حيوان خرافي بالطبيعة ما موجود، راس تنين، جسم حشي بسمكة، الذنب أفعى، نشاهد بنهاية الذنب إبرة عقرب. اي عقرب ورجلين. خلفية نسر والأرجل الأمامية أسد. هذا الكتابة المسمارية تكتب علامة دنجر، هاي مثل الوردة. دنجر بالسومري إله، بالبابلي ملك. احنا بالخروج من أسد بابل، هذا يعود تاريخا الملك نبوخذ الثاني. اكو تهشيم بالوجه، كل حضارة تغزى حضارة وتحتل حضارة، تمثال يمثل رمز الدولة، رمز الآلهة يهشمون وجه. الكبرياء، القوة، العظمة، القدرة تكون بالوجه. الأسد يمثل قوة وعظمة إمبراطورية بابل. وبعدها رحنا إلى معبد الإله نينماخ، واحد من معابد 53 الرئيسية من أصل 500 معبد داخل مدينة بابل. وكل معبد بداخله بئر يعتبروه مية مقدس وضوء طهارة اغتسال، لأن قريب من الإله داخل المعابد. مدينة بابل مليئة بالقصص والأحداث، هذا جزء بسيط من اللي حكينا لكم عنه. لا تنسون تزورون هذا المكان لأن المكان يستحق الزيارة، والأهم من كل هذا أن تتابعونا وتنطون لايك في مال الحل.